يا شباب هذا المقطع بقية المقطع الأول. ولا يجيك واحد يقول لك أنا بدعك من على الصفر، أنا بدعك من الصفر، بنيك نفسي من الصفر. بالله عليك إيش معك بنيك نفسك من الصفر؟ بهذا الوقت يقدر واحد يبني نفسه على الصفر؟ تجاه ملياردير معه فلوس، معه محلات، معه شيء، معه شركة، يقول لك أنا بدعك نفسي على الصفر. ولا يطلع بقناة كذا إعلامية ولا شيء سائله يقول له كيف بدعك التجارة حقك كيف ذي، يقول لك أنا بدعك نفسي على الصفر. والله لو راتبك باليوم حتى 10,000 بهذا الوقت، كل شيء غالي والدنيا بعد حاله وكل شيء زهدوا عندنا في اليمن. كيف الأوضاع؟ كيف تقدر تبني نفسك لو راتبك حتى مو نقول لك بالجو ما تقدرش تعمل حاجة؟ ويطلع واحد يقول لك أنا بدعك نفسي من الصفر. يا حبيبي والله ما إلا جاك وبعد أبوك كان أبوه جراز وبنيك نفسك وطلع، أما راتب إلا الأيام وشغل إلا الأيام وتقول لي بدعك من الصفر. إلى أن الشعر حقك حتى غانبي وأنت اشتغلت طول عمرك براتب يعني أغلى شيء الراتب، ما تقدرش تعمل حاجة. والله ما إلا أنت لا دخلك بيعك لك حاجات أو لقاك بعد الشيبة حقك جرزة وقالك بنيك نفسي من الصفر. أما تعب من تعبك، شقة من شقاك، والله ما تقدر تعمل بو حاجة. وانت لي أي واحد يقول لي أنا صح شقيك وفعلك وصنعك وترك، أكثر واحد يغترب طول عمره بني له بيت ولا يشتري له سيارة، غيره ما فيش. حتى لو انت بدول الخليج، انت مغترب دول الخليج تشقى 20 سنة وروح تشتري لك سيارة ولا تبنى لك بيه، يا لا نوصلنا. ويجي واحد يقول لك أنا بنيك نفسي من الصفر. يا خبير تجننوا بنا، أقسم بالله أنتم تشتوا تجننوا بالناس.